واكشن. النهارده هنتكلم عن 7 انواع للدخل، للفلوس اللي بتجيلك. انا الموضوع ده حبه جدا، وبقالي مثلا بتاع 3 4 سنين بقى عمال افكر فيه، وازاي ازود دخل من هنا، وازاي ازود دخل من هنا واعمل بتاع. عشان احنا معظمنا اتربينا على ان نتعلم النهر المسيسيبي مش عارف بيصب فين، ونهر النيل كام متر، ومش عارف ايه، يعني حاجات الجغرافيا والتاريخ والرياضه والكلام ده كله. احنا ايه، ما اتعلمناش ازاي هنعمل اهم حاجه، وهي الفلوس اللي هتعيشنا واللي هتخلينا نعمل خير في المجتمع، واللي هتخلينا نصرف وعلى عائلتنا لو حد تعب، نخرج نسافر، الكلام ده كله. فما اتعلمناش اي حاجه عن الفلوس. فتعالوا النهارده هنتكلم عن 7 انواع للدخل. انا طبعا ما عنديش 7 انواع، اتمنى يكون عندي 7 انواع طبعا يعني، وان شاء الله. بس بحاول اللي هو ايه، ابتدي بقى ايه، يعني نقعد نزود بقى، مثلا نزود 3 4 5، عشان لو واحد قطع التاني يلحقه. تعالوا نتكلم عن اول واحد، وهو اللي كلنا عارفينه، اللي هو حاجه اسمها ايرند انكم، اللي هو انت لما بتشتغل شغلانه في مقابلها بيدوك فلوس. السالري بتاعك او المرتب بتاعك، انت مثلا بتشتغل شغلانه كل يوم من 10 ل 6، 8 ساعات، 5 ايام في الاسبوع. فعلى اخر الشهر يقول لك خد يا عم ال 5000 جنيه بتوعك اهم. بس ماذا لو الشركه قالت لك، بقول لك ايه، انت ما بتشتغلش، انت وحش، انت ايا كان، احنا هنمشيك بغض النظر بقى انت وحش انت حلو، مشوك. هتعمل ايه؟ هتبتدي تقعد تدور على شغل. الشغل ده ممكن يقعد 3 4 5 شهور عقبال ما تلاقي شغل جديد. احنا ان شاء الله هعمل فيديو قريب عن ازاي تعمل السي في، وازاي تعمل بقى لينكد ان اكونت، وازاي تقدم على شغل. هيبقوا 3 فيديوهات ان شاء الله، فميك شور ان انت متابعني ودايس زرار الجرس اللي هو بتاع التنبيهات. المهم يعني، فده اول نوع اللي هو الايرند انكم، او السالري اللي بيجي لك من المرتب، من الشغل بتاعك، المرتب من الاخر يعني. تعال نتكلم عن تاني نوع. وتاني نوع وهو البروفيت انكم، اللي هو الدخل اللي بيجي لك من مكسب بقى. انت اشتريت مثلا كيس منديل بجنيه. انا قلت قبل كده فكره، قلت لهم يا جماعه ممكن تنزل تعمل مشروع ب 10 جنيه. ازاي نعمل مشروع ب 10 جنيه يا عم معتز؟ ان انت هتروح تجيب ازازتين او 3 ازاز ميه صغيرين، وتروح محل ايه، تروح لملعب كوره بعد ما يخلصوا لعب الكوره، تقول لهم يا جماعه انا ببيع ازازه الميه دي ب 5 جنيه، وانت اصلا شاريها ب 3 جنيه. فساعتها تبيعها ب 15 وانت شاريهم ب 9. فساعتها ده البروفيت بقى، اللي انت اشتريت بحاجه بقيمه قليله بمبلغ قليل، اشتريتها بجنيه وتبيعها بجنيه ونص او ب 2 جنيه، وبعد كده تروح تجيبها تاني وتقعد تكبر 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 تكبر، زي اي فكره مشروع عامه او ايا كان. تجاره طبعا الرسول وصى عليها حته التجاره ان انت بتعملها. ده تاني نوع اللي هو البروفيت انكم. وبعد كده عندنا تالت نوع، ان انت بتستثمر في البورصه، بس مش بتكسب بقى من البورصه، لا، انت بتكسب من حاجه اسمها الديفيدنس، اللي هي التوزيعات، الارباح بتجي لك. انت دلوقتي اشتريت 100 سهم في شركه جهينه، حلو، وشركه جهينه مثلا بتوزع في السنه مرتين مثلا ارباح. فهي قالت لك اي حد معاه السهم من شركه جهينه هنديله 5 جنيه، فانت كده 5% ب 500 جنيه، فدول انت كسبتهم. بس انا بتكلم بقى على انت لو معاك بقى ايه مليون سهم ومش عارف ايه وبتاع. ده هيجي ازاي؟ عن طريق انت تبتدي في الاستثمار من وانت صغير، عشان ان شاء الله بعد 5 سنين تحط بقى يكون معاك ملايين في البورصه، وتقعد تاخد بقى منهم ارباح، وهي دي اسمها الديفيدنس انكم. فانت دلوقتي كده عندنا اللي هو بتاع السالري، انت دلوقتي خدت مرتبك 5000 جنيه. عشان كده عملت فيديو قلت لكم قبل كده ان انت بال 5000 جنيه دول تتعلم مهاره تعمل لك، تدخل لك دخل، او تعمل مشروع لنفسك، تجاره اللي هي تاني واحده اللي هي البروفيت انكم، او ثالث واحده تحطها في الاستثمار في البورصه، عشان تجيب لك عائد تاني اللي هو الديفيدنس. غير عائد ان انت لو اشتريت سهم ب 10 جنيه وهو عالي بعد 3 شهور بقى ب 12 جنيه، هتبيعه، فانت برضه كسبت. فلو انت عايز تعرف اي حاجه عن البورصه ممكن تخش تشوف فيديو انا عملت كل حاجه عن البورصه وازاي تبتدي فيها حتى لو معاك 10 جنيه بس يا سيدي. بعد كده عندنا رابع واحد اللي هو الانترست انكم. الانترست انكم هو الفيديو اللي انا عامله عن هو حاجات من جوجل ارتكل كده قريته فحبيت اعمله يعني. فالانترست انكم عباره عن ان انت بتحط فلوسك في البنك وتجيب لك فوائد. انا سامعك ان انت تقعد تقول لي بس فوائد البنوك حرام. لو انت شايف ان فوائد البنوك حرام والقروض حرام وكده، يبقى خلاص يا باشا عليكم على البورصه بقى. الفكره احنا لسه بنتكلم فيها في الاول، ان انت تشتري السهم ب 10 جنيه، بعد 6 شهور او سنه تسيبه يبقى ب 15 جنيه، فساعتها يبقى انت عملت ربح 50%. بقى ب 15 كنت شاريه ب 10 بقى ب 15. فدي برضو يعتبر حاجه من الانترست فوائد. وعلى ما اظن البورصه يعني الناس كلها مجمعين عليها ان هي حلال، طبعا يعني باختلاف على حسب التشريع في شركه ايه برضو الكلام ده كله. بس اللي انا ارجحه جدا ليك اللي انت ما تاخدش بمشورتي في حته حلال وحرام، ولا تاخد بمشوره اي حد في حته حلال وحرام غير دار الافتاء المصريه او الازهر الشريف. وتكلمهم في التليفون تقول لهم 1 2 3
يا جماعه ما تاخدش من اي موقع، ما تاخدش من اي حد، خد من دار الافتاء. الناس دي قعدت سنين في علوم البحث عن الدين والحاجات دي والحلال والحرام، وهي دي مرجعي، المفروض تبقى مرجعك. فاي حاجه هنتكلم فيها خد روح اسال دار الافتاء، قول لهم يا جماعه حلال ولا حرام، عشان ما تبقاش فلوس حرام وتخش لك وساعتها هتشيلني ذنبك وتشيل ذنبك وكل الكلام ده كله. وخامس نوع وهو الكابيتال جينز. كابيتال جينز دي الحمد لله انا شايف انها ابتدت تنتشر في مصر شويه بطريقه نظيفه، او يعني هي الطريقه التقليديه جدا ان انت بتكون معاك مليون جنيه فتروح تشتري بيهم شقه ب 700 وتوضبها ب 300,000 جنيه وتروح تقعد تاجرها بالشهر. فانت كده معاك اصل حاجه كده اسيت بتقعد تاجره، مش بتنام فيه، مش بتسكن فيه، لا انت بتاجره. معاك عربيه اشتريتها، مش بتسوقها انت، لا انت بتاجر العربيه. والشقه انت بتاجر الشقه لحد بقى ب 5000 جنيه ب 10000 جنيه في الشهر ايا كان. في موضوع حلو جدا اسمه اير بي ام بي، اللي هو ده ابلكيشن في امريكا مشهور جدا وفي مصر موجود. تقدر من عليه لو انت عندك شقه او عندك اوضه او عندك مرتبه ايا كان، تعرض الشقه او الاوضه او المرتبه دي، تقول لهم يا جماعه انا عندي شقه وعندي اوضه وعندي مرتبه، وتصورهم، والايجار في اليوم هيبقى بكذا او بالشهر هيبقى بكذا. وهي دي حاجه اسمها الكابيتال جينز. انت عندك اصل، الاصل ده بتاجره، سواء بقى عندك مكتب، عندك عربيه، عندك شقه، عندك فيلا، عندك برج، عندك اي حاجه. الحته دي ان شاء الله كده ربنا يكرمنا كده كلنا ونجيب بقى شقق كتير. عندنا 10 شقق بنأجر كل شقه ب 10000 جنيه في 10 100000 جنيه في الشهر بالميت، مرتاحين موت يعني. ثالث حاجه نتكلم فيها وهي حته اللي انت دي كانت الكابيتال جينز عامه، دي كنت المفروض اقولها الاول يعني. اللي فاتت دي كانت اسمها رينتال جينز، لكن دي كابيتال جينز. هي نفس الفكره، بس انت بدل بتشتري شقه والكلام ده كله بتسقعها بقى، اللي هم بيحطوها كده على جنب عشان انت اشتريتها ب 300، انت عارف ان انت بعد سنه هتبقى قيمتها 400. او تشتري بقى ذهب، فضه، الكلام ده كله الحاجات اللي بتحفظ قيمتها او قيمتها بتزيد. انت راجل عندك رؤيه جامده موت، انت بتشتري حاجه وعارف ان هي قيمتها بتزيد بقى، سواء بقى عربيه بقى، بس مش عربيات يعني في الفتره دي قيمتها بتزيد، بس هي عامه مش بتزيد يعني. المفروض العربيه دي تبقى لايبيليتي عليك مش اسد، بس ايا كان. حته اللي انت سبيكه ذهب، شقق وتسقعها او تاجرها براحتك، شوف انت ايه. بس انت ايا كان تجيب شقه تاجرها، وبعد يا عم 10 سنين عايز تبيعها فهي فلوسها هتكون زادت. حلو. فانت كده عندنا في فرق ما بين الكابيتال جينز والرينتال جينز. اتمنى ان انت تكون فهمت الفكره ما بين الاثنين. وتعالى نخش على سابع واحده. اخر حاجه بقى هي فكره البيزنس انكم او الرويالتي انكم. دي عباره عن فكره ان انت لو كاتب، مغني، رسام، ايا كان، بتعمل كورسات، ايا كان الكلام ده كله، فانت بتعملهم وبتبيعهم، فالناس ما بتستخدمهم بتشتريهم. فيعتبر كده هو ده ايه، اشترى حقوقك. لو انت كاتب او بتاع موسيقى، او مثلا هتعمل قناه على اليوتيوب والقناه دي بتدخل لك 100000 جنيه في الشهر مثلا ايا كان يعني، فدي تعتبر حاجه بزنس كده انكم، يعني سايد هاسل انت كده بتعمله على جنب. بس بعد فتره او بعد مده انت عملت كتاب او عملت اغنيه، الناس بتبتدي تشوفها، تطلع في برامج ايا كان، فدي حاجه ايه، بتدخل لك فلوس زياده. وهم دول السبع انواع. لو فكرنا فيها هنلاقي ان على الاقل كل واحد فينا يقدر يعمل والله 3 أو 4. تقدر تشتغل بمرتب، بالمرتب اللي انت هتشتغل بيه ده تقدر تروح تستثمر في البورصه، فيبتدي يدخل لك كابيتال جينز او اللي هي حته الديفيدنس. كده معانا حاجتين. ثالث حاجه انت ممكن تروح تشوف بقى حاجه جانبيه انت بتحب تعملها، وتعمل قناه على يوتيوب، او تعمل لو انت بتحب تكتب، او تعمل مدونه بلوج او ويب سايت تقعد تكتب ويدخلك بقى اعلانات من الارباح، اللي هي اسمها ايه، الارباح من الاعلانات. او رابع حاجه تقدر تعملها فكره ان انت تبني بزنس بقى عامه، او تعمل حاجه اللي هي تجاره، تروح تبيع حاجه بسعر رخيص وتشتري حاجه بسعر رخيص وتبيعها بسعر غالي. مش عارف انا ليه اتلخبطت، بس تشتري حاجه بسعر رخيص وتبيعها بسعر غالي. فاحنا كلنا نقدر على ما اظن نعرف نعمل الاربعه. الحاجه بقى اللي احنا مش عارف نعملها، حته اللي احنا مثلا لو غير ما يكون معانا فلوس كتير، ان انت بقى تشتري بيت وتاجره، او تشتري بقى ذهب كتير، او تشتري بيت وتسقعه والكلام ده كله. بس انت على الاقل تقدر يا عم تعمل حاجتين، تشتغل بمرتب وتدخل دخل تاني، وان شاء الله بعد ما الدخل التاني ده يثبت معاك تخش على الدخل التالت، وبعد كده يثبت معاك شويه تخش على الدخل الرابع، وتبتدي تقعد تنوع مصادر دخلك. عشان لو لا قدر الله انت اترفدت من شغلك او سبت شغلك او مش طايق شغلك، انت يا عم هتموت وتسيب الشركه، بس احنا كلنا هنموت ونسيب الشركه، بس احنا ما معناش مصادر دخل تاني. فمش بنسيب الشركه عشان كل شهر بيدخلنا مرتب وده اللي بنقدر نعيش عليه. طب وليه نفضل عايشين كده؟ ليه تفضل قاعد متضايق ومخنوق؟ ما تعمل حاجه تانية. هتقول لي انا خايف اعمل حاجه تانية. جرب لحد ما تخاف. انا كنت خايف اصور مثلا على الموبايل وحد يشوفني والكلام ده كله، لحد ما جربت الموضوع عبيط جدا الصراحه يعني. تقعد تصور كده وتشوف، تقعد تتكلم مع الناس كانك بتتكلم مع حد من صحابك، وخلاص حد شايفك هيتريق عليك ما يتريق عليك يعني، يا عم عادي فيها ايه، مش فاهم.
شاء الله بقى بعد 5 سنين انت بقى ان شاء الله ترجع تتريق عليه تاني، بس ما انصحكش تتريق عليه، بس انت ان شاء الله ترجع تتريق عليه تاني. بس كده، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.